طب انتي عارفة بقى لو جبتي شوية من الفول البلدي كده وابتديتي تنقيهم وبسرعة بسرعة خدتيهم وغسلتيهم وكمان صفيتيهم وفي طاسة كده على النار ونار عالية كده وفضلتي تشوحيهم يمين وشمال كده قلبيهم لحد ما تشمي ريحتهم وتبتدي تشوفي اللون المغمق كده او المشوي عليهم، تطفي النار بسرعة عليهم وتكوني غالية شوية من المية في الكتل او في الغلاية بتاعتك، وانزلي بيهم في اي بولة عندك بالشكل ده، وحطي شوية ملح على كمون على شطة على عصرة ليمون واي بهارات تفضليها، وبعدين هاتي الفول اللي شوحتيه وانزلي بيه في قلب البولة زي ما انت شايفة بعد ما تقلبيها، وتسيبيهم من 6 ل8 ساعات لحد ما الفول ينفش معاكي ويستوي في المية المغلية دي، وبعدين تبتدي تصفيهم وتقدميهم وتحطيهم في طبق التقديم. بصي نفش معايا ازاي، هاتي طبق التقديم بقى وحطي شوية وعليهم عصرة ليمون وتاني مرة رشة من الكمون ورشة من الشطة لو تحبي، وقدميهم احلى تسالي كده، احلى من الترمس والحمص. يلا بسرعة جربيها وارجعي قوليلي رأيك ايه، متأكدة انها هتعجبكم جدا وهتدمنوها. كل سنة وانتم طيبين.